انا دلوقتي كل الم بيجيلي في البطن ممكن يكون جزء منها مشاكل في الشرج او المستقيم. ايه المشكله او الالم ده سببه ايه؟ عايزه اسالك شويه اسئله تانية ممكن تكون يعني كونكلوجن اللي احنا اتكلمنا فيه، تمام. عشان ممكن تكون بتخطر في بال الناس اللي بتتفرج علينا. تمام. انا دلوقتي كل الم بيجيلي في البطن ممكن يكون سبب، يعني ليه سبب من الامراض الشرجيه، اي الم. يعني انا دلوقتي بطني وجعاني بسبب اي حاجه. الم البطن ليه اسباب كتير، يعني مش شرط يكون، يعني مش لازم يكون دلاله على امراض شرجيه. لا طبعا، لا. يعني الامراض الشرجيه في الغالب، يعني لو هو بس موضوع السده البرازيه اللي ممكن يبقى يسبب الم نتيجه عدم التفريغ. ممكن توضح لي شويه اكتر ايه موضوع السده البرازيه؟ السده البرازيه دي هو عدم قدره الشخص على الاخراج بصوره طبيعيه او صوره كامله. تمام. يعني بيضطر ان هو يستخدم عامل مساعد زي ايده او استخدام الشطاف. ده اللي يكون بسبب تدلي المستقيم، بسبب ضعف عضلات الحوض او تشنج عضلات الشرج او تدلي المستقيم. ليه اسباب كتير. اوكي تمام. فزي ما قلت لك، الم البطن له اسباب كتير جدا جدا جدا. ممكن يكون جزء منها مشاكل في الشرج او المستقيم، لكن مش هي السبب الرئيسي في وجود الم في البطن. فعندك الم في البطن، في الغالب المريض في بدايه الم البطن دوت بيتوجه، لو هو مش الم حاد يعني او حاجه طارئه، بيتوجه لدكتور الجهاز الهضمي او الدكتور الباطني. والدكتور الباطني بيبدا يوجهه ويمشيه في السكه اللي يعني سواء كان محتاج مناظير، محتاج اشعه معينه، محتاج يوجهه لتخصص جراحي. تمام. على حسب ايه المشكله او الالم ده سببه ايه.